كل شيء انكشف وبان، وكل اللي كان مخبيه تامر الفترة اللي فاتت اتعرف. سبب طلاقه من مراته ومين خرب حياتهم وهل فعلا خانها، وكل ده اتعرف بسبب نضارة. ايوه، بسبب نضارة. تعالوا نقول لكم ازاي حصل كده ونحكي لكم تفاصيل الموضوع كله. البداية كانت من بسمة لما اعلنت طلاقها من تامر حسني في بوست على السوشيال ميديا وما قالتش اي اسباب. بعدها تامر عمل شير لنفس البوست واكد الطلاق. الكلام والاشاعات كانوا كتير عن الموضوع، واغلب الظن كان رايح ناحية ان تامر خانها. الكلام ده بدأ يهدى شوية بشوية بسبب علاقتهم اللي كانت الفترة الأخيرة حلوة رغم الانفصال. ما مش معقول واحد خانها وهتكون كويسة معاه بالطريقة دي. حضروا عيد ميلاد بناتهم سوا، كويس عليه. واضح ان بسمة كانت ماشية بمبدأ النهايات اخلاق لحد ما حصل اللي حصل. من يومين تامر نزل صور وفيديوهات من فرح هالة عمر. هالة عمر تبقى البنت اللي ماسكة كل حسابات تامر على السوشيال ميديا. بنت تامر اتعرف عليها وهي صغيرة وشاف فيها الحب اللي يخليها تكون امينة عليه وعلى حساباته الشخصية، فقرر ان هي اللي تمسك كل حاجة ليها علاقة بيه على الانترنت. البنت كبرت ودلوقتي بتتجوز ومن غير امها وابوها، فقرر تامر يقدمها بنفسه للعريس كاخوها الكبير. بسمة اول ما عرفت الكلام ده نزلت صورة من الفرح وكتبت عليها حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة. الموضوع خلى الجمهور كله في حيرة. طب هالة مالها؟ عملت ايه؟ الناس مشيت ورا شوية خيوط لحد ما وصلوا. ما احنا مش بنغلب في الحاجات دي. اكتشفنا ان هالة عمر تبقى صاحبة يارا السكري، وهي اللي عرفت تامر عليها. طب مين يارا السكري؟ دي ملكة جمال مصر، وكانت موجودة مع تامر في فيلم الفلوس. الجمهور مشي ورا الموضوع لحد ما عرفنا ان تامر كان متجوز يارا السكري في السر. بس ما حاولت كتير تلم الموضوع، بس خلاص زي ما قلنا كل شيء انكشف وبان. الناس بدأت تجيب صور يارا السكري اللي بتنزلها على الانستجرام وتتكلم عنها لحد ما اكتشفت المفاجأة. في صورة من صور يارا السكري كانت نشرتها في شهر 2 ولابسة فيها نضارة وهي في وسط التلج. الصورة ظهر فيها تامر حسني بوضوح جدا في النضارة وهو اللي بيصورها. من الصورة كان باين جدا ان تامر ويارا منسجمين قوي مع بعض، وواضح ان الكلام حقيقي ومتجوزها في السر. تامر كل اللي عمله لحد دلوقتي انه عمال ينزل في ستوريز على الانستجرام فيها اغاني تحنن قلب بسمة عليه شوية. بس على مين؟ بسمة نزلت صورها في الجيم وعايشة حياتها عادي خالص، وخلاص هي حبت تعرف الناس كلها حقيقة اللي بيحصل وبس كده. هل هنشوف تطورات تانية في الموضوع الفترة الجاية؟ ادينا قاعدين.